نفسه اللي كان هو استاذ في لوكسمبورغ بيقول ايه في الهيصه دي كلها؟ بيقول لنا اللي بيحصل ده كله دي آلام المخاض لمولد عصر جديد. في عصر جديد جاي، وانتوا بقى اقعدوا بقى للفته وللحمص. الحمص اخترع اصلا، عارفين اخترعوه ليه؟ عشان المغفلين لما يروحوا ما يحملوش هم الاكل، ياكل يملاها، والحمص وما يحملوش هم يروحوا يعملوها فين؟ لان الحمص بيعمل امس. اخواننا احنا اول حاجه لنا نصحنا بالحمص والجزر، لان ما كانش لسه دورات مياه، وما كانش، كانوا الناس بحمص وجزر. احنا سبقناها بالسيد البدر. الحمص يقول لك بالله عليكم اسمعوا بقى الموجعه دي. اما بيقول لنا ان عصر الاكتشاف في العلم عمال يكتشف، والنت عمال يتضاعف كل سنوات. لازم يكون لها نهايه، لازم يبقى لها نهايه. النهايه بقى الموجعه بقى هتلاقيها عند سيدهم العريان، الله يخرب بيته. ما هو عريان بيقول ان عصر الاكتشاف في العلم يقترب من نهايته. يعني لازم ليه؟ يعني القيامه هتقوم، اما اللي بياخدوا افيونه دي قاعدين لي كده عصر العلم انتهى، يبقى استنوا بقى خلاص وروح بقى واقلع ويجي المجرم اللعين الملعون اللي الكل ساكت عنه، الله يلعنه، يقول لك بيقول لك العبد رب والرب عبد. الرب اتجلى في العبد. طب ما هو متجلي بعظمته في الناموس، ان الله لا يستحق ان يضرب مثلا ما بعوضه. متجلي في البرغوث، اروح اعبد البرغوث؟ اللعين الملعون. ولسه على اليوتيوب امبارح بعتناها، بيقول العبد رب والرب عبد. الرب بيتجلى في العبد، والعبد بيتجلى في الرب، والازهر ساكت، والامه ساكته، والدوله ساكته، ومجالس التشريع ساكته. يا اخوانا ده مخدر والله العظيم، بيدمر والله، بيدمر خلايا التفكير. شوفوا الراجل هنا بيقول ايه. بيقول ان عصر الاكتشاف في العلم بيقترب من نهايته. ليه؟ شوف هم قاعدين لايه واحنا قاعدين في ايه. نهايته ليبدأ عصر جديد، هو عصر السيطرة على الطبيعة. فهو بيقول هيجي، وهم بيتعشوا كده يقولوا الاسبوع الجاي هنتفسح فين؟ عايزين نحجز في المريخ. هم بيعملوا كده، هم بيعمل كده. وممكن التاني يقول ده انا حجزت الجو بتاعي، الراجل مش عايز، والله لو خدها ومفسحها وهقعد معاها يومين في المريخ ولا في عطارد، ويبقى يجي يدور علينا. كان الاستاذ عليه رحمه الله، الاستاذ الامام، كان يقول كده ان حقائق اليوم احلام الامس، واحلام اليوم حقائق الغد. بس تبقى احلام منضبطه، مش احلام بقى، مش احلام محششين ويقعد ويقول لي عدى البحر وما تبلش. احنا الان بينضحك علينا بهذه المخدرات الصوفيه الفاسده المفسده. الدنيا بتشتغل على ان احنا رايحين لعصر السيطره على الطبيعه، والتانيين يقول لك يا خائفين من التتر. كانوا التتار لما دخلوا بغداد، المجانين بتوع احمد وبتوع يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر. الناس اللي بيسموا الدهماء جريوا على قبر ابي عمر، والله حي الله حي، ودخل كنجيز خان وقفل الباب عليهم ودب عايز يدح في الفراق، وانفعهم يا ابو عمر. تعالى يا سيد، روح يا ابراهيم يا دسوقي. قلنا لهذا اختم كلمات الحلقه بقول الاستاذ العقاد ان العقل ده بالانواع دي اذا كمل، قلت لكم يجيب ايه؟ العقل
الراشد اللي هو الواعظ. الراشد اللي بيكتمل الواعظ التلاتة. لما يكتمل التلاتة. ما بيكتمل الثلاثة بيبقى العقل الراشد. هذا العقل الراشد اللي بيمن الله رب العالمين به على المخلصين. يجعل له وليا مرشدا، اللي هو هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. يقول الأستاذ العقاد عليه رحمة الله: حين يكون العمل بالعقل أمرا من أوامر الخالق، يمتنع على المخلوق أن يعطل عقله مرضاة لمخلوق مثله أو خوفا من سطوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.